السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. النهاردة معانا زمن سهل جدا بإذن الله، وهو زمن البريزنت سمبل تنس، يعني المضارع البسيط. طيب أول حاجة لازم نعرفها إن الزمن ده يعني بيتكون من إيه؟ من التصريف الأول للفعل. دي أول حاجة لازم نعرفها، إن هو بيتكون من التصريف الأول للفعل. طيب مين هي الافعال اللي احنا هنستخدمها في الزمن ده؟ قال لك ان الافعال اللي احنا هنستخدمها الفيربات، تمام، ليها 3 حاجات، يا اما فيرب باس، تمام، يا اما فيرب بالاي اس، يا اما فيرب بالاي اي اس. يعني ايه امسك الكلام ده؟ يعني في افعال هنحط لها اس، في افعال هنحط لها اي اس، في افعال هحط لها اي اي اس. طيب هو كل ده هيمشي مع مين؟ قال لك بسيطه جدا، انت عندك دلوقتي 3 هما اللي بيمشي معاهم الفيربات اللي باس واي اس واي اس، اللي هو الهي والشي والات. تمام كده؟ يبقى انا عندي الهي والشي والات دولت المفرد الغائب اللي بيمشوا مع ال3 طرق دولت. طيب يعني مثلا الاس هقول مثلا زي كلمه eats ياكل، زي كلمه writes. تمام؟ طيب يبقى انا هنا استخدمت الاس للمفرد الغائب هي او شي او ات. طب مين بقى الاي اس بنحط له؟ تعالوا نشوف مين الاي اس بنحط له. قال لك اي فيرب بينتهي نهايته يا اما اس اتش، يا اما سي اتش، او اكس، اس اس. طب ماله دوت بقى؟ قال لك نحط له اي اس، وهنشوف كده ازاي. طب مين هما الفيربات اللي بنحط لها اي اس؟ هما نوعين من الفيربات اللي بنحط لهم اي اي اس، يا اما فعل بيكون اخره الواي ويسبقه كونسونانت حرف ساكن، يا اما برضو بيكون فعل واخره برضو واي ويسبقه فاول حرف من الحروف الايه المتحركه. طيب ازاي؟ زي ايه مثلا؟ زي مثلا كلمه study. تمام، انا عندي كلمه يستدي يعني يذاكر، اخرها مين؟ اخرها واي ويسبقها حرف من الحروف الساكنه اللي هي الدي. انا في الحاله دي انا بعمل ايه؟ قال لك بيتم حذف الواي، بشيل الواي خالص واحط الاي اس، يعني هقول studies. سهله كده؟ تمام. طيب الواي اللي قبليها فاول، زي كلمه بلاي يلعب، تمام، بس هنا انا ما بحذفش الواي، انا بحط الاي اي اس. تمام كده؟ يبقى عندي 3 حالات للفيرب اللي هو مع المفرد الغائب الهي والشي والات بنحط اس او اي اس او اي اي اس. طيب تعالوا هنا نعرف ازاي، يعني انا هعمل سنتنس ازاي. بسيطه جدا، انا دلوقتي لما اجي اقول مثلا جمله، هنقول ايه؟ هنقول علي، خلاص، علي go to school. علي بيذهب للمدرسة. طيب الجملة ديت فيها فيرب، ايه هو الفيرب؟ اللي هو جو. طيب جو هنا ماله؟ زمنه ايه؟ زمنه بريزنت سمبل. طيب انا يا ميس مش حضرتك قلتي في حالة وجود المفرد الغائب هي او شي او ات انا بحط اس؟ برافو عليك. طيب الاس انا بقى هحط اس ولا انا هحط على الجمله دي هحط لها اس ولا اي اس ولا اي اي اس؟ لا يا ميس انا هحط اي اس. ليه اي اس؟ عشان الفيرب اخره او، عشان انا قلت ان الفيربات اللي بتكون اخرها اس اتش، سي اتش، او اكس، اس اس، فانا بضيف عليها اي اس، يعني الجمله كده هتبقى جوس. اوكي، يبقى علي جوز تو ايه؟ تو سكول. تمام. طيب انا مثلا لو قلت الجمله كمان هقول she like the ايه؟ the film. هي بتحب الفيلم. تمام. طيب هنا كلمه like، تمام، انا شي لايك ما ينفعش لايك، لازم احط لها مين؟ انزل لها اس طبعا عشان مفرد غائب. تمام كده؟ طيب دي اول حاجه، يبقى بيتكون من التصريف الاول للفعل باضافه اس، اي اس،
اي اي اس. طيب الحاله الثانيه بقى بيعبر عن ايه؟ قال لك بيعبر عن عاده او حقائق ثابته. تمام؟ حقائق ايه؟ ثابته. بيعبر عن عاده او حقائق ثابته او روتين، بيتكلم على الروتين اليومي. طيب تعالوا هنا نشوف ايه هي العاده. العاده مثلا ان انا اجي في جمله كده واقول لك مثلا ايه؟ I wash my teeth every day. I wash my teeth every day. انا كل يوم بغسل سناني، دي عاده ان انا بعملها. طيب انا عندي هنا كلمه وش يا مس اخرها اس اتش، احط لها اي اس؟ لا مش هحط لها اي اس. طب ليه ما احط لهاش هنا اي اس؟ لان احنا هنا عندي 4 ضماير، بقيه ال7 ضماير بتاعتنا اللي هو الاي والزي والوي واليو، مالهم دولت؟ الفعل اللي بينزل وراهم بينزل ايه؟ inventive، يعني بينزل في التصريف الاول زي ما انتوا شايفين I wash my teeth every day. انا نزلت wash هنا تصريف اول عشان وجود مين؟ I. طيب هو ينفع حاجة تانية؟ تاني عادي مفيش مشكلة. لو انا قلت كده مثلا sentence اهو، جملة، هنقول ايه؟ هنقول مثلا، هقول سلا، مالها بقى؟ سلا مثلا سلا and علي. بصوا كده دول جمع، سلا وعلي. طب انا ينفع استخدم بدلهم ضمير؟ ممكن طبعا تستخدم بدلهم ضمير زي، فبقول لك سلا and علي. مالهم؟ سلا وعلي نقول ايه مثلا؟ sleep early، بيناموا نايمين ايه؟ ناموا بدري. فسلا وعلي دول جمع نزل وراهم الفعل تصريف اول. تمام كده؟ يبقى امتى التصريف الاول بينزل؟ في حاله وجود الايه؟ الاي والزي والوي واليو. تمام كده؟ اوكي. طيب الزمن دوت فيه فعلين مساعدين وسهلين. مين هما الفعلين المساعدين بتاعنا؟ قال لك احنا عندنا الفعل المساعد بتاعي دو وداز. دو ايه؟ وداز. طب مالهم دول؟ الفعلين المساعدين بيعملوا ايه؟ قال لك دول بينزلوا في الجمله مع الفيرب، بس على شرط دولت افعال انانيه شويه. يعني ايه انانيه؟ يعني ما بيحبوش مع الفعل يكون موجود في اي حاجه، بيحبوا ينزلوا مع الفعل يكون تصريف اول. زي مش حضرتك قلتي ان التصريف الاول بينزل للاي والزي والوي واليو بس؟ لا، وبينزل برضو لدو وداز. طب ازاي؟ يعني الاول هنقسم كده نقول ان دو بتحب تمشي مع مين؟ بتحب تاخد الاي والزي والوي واليو، ماشي؟ بتحبهم جدا. امال الداز مع مين؟ مع الهي والشي والات. طب اعمل ايه؟ هنعمل سنتنس، جمله اهو. تعالوا يلا، انا علشان اعمل سنتنس دلوقتي هاخد واحد من ال7 ضماير. اخد اي ضمير منهم. انا هبدا مثلا اخد مثلا ايه؟ زكاة، القطه. مالها؟ بيقول لك زكاة هي بتاخد دو ولا ضز؟ لا، زكاة دي اللي هي ات. تمام، هتاخد ضز، ننزل لها ضز. ضز يبقى زكاة ضز. زكاة ضز ايه؟ drink the milk، بتشرب اللبن. طب تعالوا كده نبص كده في حاجة. هو انا لو دلوقتي لو قلت نزلت هنا على، لو انا نزلت على drink اس، لو انا نزلت على درينك اس، اوكي، هل الجمله دي هتبقى صح ولا غلط؟ لا طبعا، كوريكت ذا فيرب غلط. الجمله دي لما تيجي تصحح الفيرب اللي فيها، اول حاجه فيها الغلط ان انت وجدت ان الاس مع دز. ما ينفعش ان انا امشي دز واس في ايه؟ في نقطه واحده، لان دز بتحب تنزل الفيرب اللي وراها ينزل بدون اي اضافات.
الجمله اكيد ان شاء الله تكون واضحه. هقول تاني، في حاله وجود دو داز الفعل بينزل تصريف اول زي كلمه درينك. طب تعالوا نشوف جمله كمان. هقول مثلا ان روز خلاص، روز ايه؟ طيب روز نقط، تمام، ate the fish. ate the fish. تعالوا قولوا لي، هي روز نقط ate the fish هتاخد مين يا ترى؟ هتاخد دو ولا هتاخد داز؟ ركزوا كده معايا شويه. يا ميس حضرتك قلتي ان روز دي مفرد غائب اللي هي شي. حلو قوي. طيب وشي يا ترى يا حبايبي هتاخد مين من هنا؟ دو ولا داز؟ لا يا ميس طبعا هتاخد داز. شاطر، برافو عليك. هتاخد مين؟ داز. اوكي. طب يا ميس ينفع انزل اس؟ لا طبعا، احنا اتفقنا ان داز انانيه، ما تحبش ان الفيرب اللي وراها ينزل معاه اي اضافه. طب حلو قوي. خلي بالك برضو ان داز من الافعال المساعده المؤكده على ان الحاجه دي بتتعمل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا او لما اقول لك محمد تمام بلاي فوتبول ماتش، او فوتبول، بيلعب كرة القدم. محمد بلاي فوتبول. طيب يا ميس كده محمد بيلعب كرة القدم، ايه اللي يأكد لي ان محمد بيلعب كرة القدم؟ هو استخدام دو وداز. اتفقنا يا حبايبي؟ يبقى استخدام دو وداز هو اللي بيأكد ان الجملة بتكون بتحصل فعلا. يبقى انا هقول محمد وانزل معاه مين؟ داز، وانزل معاه داز. يبقى محمد داز بلاي فوتبول، محمد بيلعب كرة القدم. طيب حلو قوي كده، سهله كده الدنيا معاكم ان شاء الله، ماشيين مع بعض حلوين. تمام، نكمل باذن الله. يبقى دو داز بينزلوا لتاكيد الجمله. في حاجه كمان ودي عايزه حبايبي بقى يلاحظوها شويه، ان دو داز بينزل مع اي حاجه فعل مضارع. ولو احنا متعلمين عارفين كويس ان الفعل المضارع في العربي اللي هو بيكون بدايته ماشي، بذهب، بشرب، باكل، بنام، بغسل، بكنس، بلعب، كل اللي بدايته ماشي ده كله بريزنت سيمبل. ده كله بريزنت ايه؟ سيمبل. يعني بلعب يبقى محمد داز بلاي فوتبول. بلعب، باكل، اي حاجه من دي بدايتها حرف الباء يبقى بتاخد مين؟ زمن البريزنت سيمبل. اوكي. طب هو الدو داز يا ميس بس شغله ان يقعد جوه الجمله بس؟ لا طبعا، في عندنا شغل تاني لدو داز. طب ايه هو بقى وظيفته؟ قال لك ان دو داز كمان بيستخدم كأداة استفهام. هو ده السؤال اللي بيجي لنا فين؟ مع البريزنت سيمبل. يعني في حالة وجود دو داز ننزل كأداة استفهام. طب ازاي؟ يعني بيقول لك ان انت لو لقيت دو وداز خلاص في اول السؤال يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى هل. بمعنى هل اجابتنا يا اما بيس يا اما بنو. طيب ازاي؟ يعني مثلا الاول هعمل سنتنس خلاص وبعد كده نحولها لكويشنز. تعالوا يلا هنعمل ايه؟ هقول السؤال بتاعي، سؤالنا بيقول do you like هل انت تحب do you like مثلا write English؟ هل انت بتحب تكتب الانجليش؟ كده سؤال. فانا بسألك بقولك انت بتحب تكتب انجليش؟ طيب انت هنا في الحالة دي ايه؟ عندك اختيارين، يا اما يس يا اما نو. طيب انت متاح لك انك تجاوب باجابة واحدة بس في الامتحان، مش متاح لك باجابتين، باجابه واحده بس فين؟ في الامتحان. انما مع نفسك كده وانت بتشتغل لازم تجاوب الاجابتين بس عشان تتعود. طب هقول لك do you like write English؟ هتقول لي يس. هتقول لي ايه؟ يس. طيب هنا بقى في يس اي ايه؟ يس اي دو. بحول اليو لاي وانزل دو. يس اي دو. طب انا لو قلت نو اي دونت. اوكي؟ دونت. نو اي دونت.
لا ما بحبش. تمام، يبقى احنا كده عملنا سؤال وجاوبنا عليه بيس او ايه او نو. تمام. الزمن دوت فيه كي ووردز طبعا اللي هو الكلمات الداله. طب فايدتها ايه الكلمات الداله؟ اول حاجه بتوضح لي زمن الجمله، دي اول حاجه نمبر 1. فايده الكلمات الداله انها بتوضح الزمن بتاعي، بتكلم في انهي زمن، زائد بقى الايه التكوين بتاع الزمن، اذا كان في اس اي اس، في اي اي اس، في دو، في داز، كل التركيبه دي كلها مع الكي ووردز، فهم بياكدوا لي على وجود زمن بريزنت سمبل. طب ايه الكلمات الداله بتاعتنا؟ تمام، قال لك كلمه usually، sometimes، كلمة always، وعندي often، وعندي every. تمام. طيب يبقى usually sometimes always often every. طيب دولت مالهم؟ دولت الكلمات الدالة اللي انا بقدر استخدمهم في الجملة عادي جدا. يعني مثلا لو انا حبيت اعمل سنتنس كده بكلمة دالة، يعني لو قلت هقول مثلا نقول سلا خلاص، سلا watches the TV every day. بصوا كده، سلا watches the TV every day. سلا بتشاهد التلفزيون يوميا. ادي كلمه داله على وجود مين؟ على وجود اول حاجه ان انا عندي every day وجود الزمن، وبعد كده كلمه watches اللي فيها اي اس اللي احنا اتفقنا عليها في حاله وجود الافعال المنتهيه ب اس اتش سي اتش او اكس بنحط لها اي اس. طيب يبقى هو ده الزمن، وسهل جدا وهنقوله بسرعه كده. اني عندي الزمن البريزنت سمبل بيتكون من التصريف الاول، وبحط للفيرب اللي عندي بينزل لك باس اي اس اي اي اس في حاله المفرد الغائب هي وشي وات بس يا جماعه. اوكي، يبقى هي وشي وات بينزل معاهم اس اي اس اي اي اس، دي اساسي فين؟ في الزمن. طب وبعد كده انا عندي الافعال بقى اللي بتنزل باس. عندي الافعال اللي بتنزل بالاي اس لازم يكون الفعل نهايته حاجه من دول، يا اما اس اتش سي اتش او اكس اس اس. وعندي الاي اس بتنزل بحاجتين يا اما كانسلنت وبعدها واي، ودوت انا لما بلاقي فعل نهايته واي وقبليه حرف ساكن انا بحذف الواي واحط الاي اس. طب لو لقيت عندي فعل زي كلمه بلاي ماشي اخرها واي وقبليها حرف من الفاول، لا ما بعملش اي حاجه، بضيف عليها الاي اي اس. طيب ايه تاني؟ ان احنا مثلا الحاجة التانية ان الزمن عندي بيعبر عن عادة او حقائق ثابتة او روتين. زي ما مثلا I wash my teeth every day، حاجة انا متعودة عليها. طيب الزمن احنا قلنا ان هي والشي والات بينزل مع الاس والاي اس والاي اي اس. في عندي 4 ضمائر، الاي والزي والوي واليو، وهو ده الفيرب اللي بينزل مع التصريف الايه الاول للفعل. وقلنا مين تاني بينزل مع تصريف اول للفعل اللي هو دو وداز. قلنا دو وداز برضو من الافعال المساعده الانانيه جدا اللي ما بتحبش اي فعل ينزل باي اضافات، يعني يشوف الفعل نازل باس اي اس اي اس ما ينزلش خالص. طيب مين هم بقى؟ عندي دو بتاخد اي زي وي يو بتاخد الجمع، عندي داز بتاخد الهي والشي والات. تمام، واستخدمناهم في حاله السنتنس. طيب بعد كده انا عندي اخر حاجه ان انا من جمله من سنتنس بعد كده بتعمل كويشنز، يعني مثلا بتستخدم دو وداز بمعنى ايه؟ هل اجابتك يا اما بيس يا اما بنو. واخر حاجه عندي في الزمن خالص هو الكي ووردز. الكي ووردز الكلمات الداله بتاعت الزمن هي كلمه usually، sometimes، always، often
وافري. بقول لك سلا واتشز ذا تي في افري داي، هي بتشاهد التلفزيون كل يوم. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومه وتكون سهله ان شاء الله عليكم. ولو في اي استفسار ممكن تبعتوا لي، تعملوا لي اي كومنتس وانا هرد على اي استفسار. ولو عجبكم الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناه، وفعل زر الجرس يوصلك ان شاء الله كل جديد. ثانك يو فور listening. كنت معاكم مس سماح محمد.